يؤلف إيه الزهري؟ يؤلف على، يقولوا هيك، بيقولوا الزهري ألف قصص على أنه علي بن أبي طالب كان دائما ينام عن الفجر ودائما وسخ يعني يتسلق الجدران وهو يتجسس على أمهات المؤمنين، وأنه أظافره انبرت أظافره وهو يتسلق الجدران وهو يتجسس على أمهات المؤمنين. يا الأخ كذاب يا إما جاهل. أنا عاوز دلوقتي يقول الحديث نصا بتاع عثمان كان بيتسلق على سيدنا أمهات المؤمنين، صفحة كام في كتاب إيه؟ لو راجل كلمة واحدة صفحة كام؟ ما قالش يبقى يروح يلبس طرحة ويقعد في بيتهم وما يفتحش بقه تاني، لأن هو إنسان جاهل إلى حد النخاع. قول المصدر، ما تقوليش روح اقرأ كذا. أنت جاهل بأبسط القواعد، مفيش حاجة اسمها روح اقرأ، في حاجة اسمها المصدر صفحة كذا قال الحديث كذا، هو ده اللي أنا طلبته. لو راجل هات نص الحديث ده الصحيح اللي عثمان كان بيتسلق ويشوف أمهات المؤمنين عائشة. يلا كلمة واحدة، ما جبتش النص تبقى تلبس الجزمة في مخك وما تتكلمش تاني. اتفضل بقى هات النص، كلمة واحدة. عليه بدنا نشوف مين راح يلبس طرحة، أنا ولا هو الآن. بده دليل كيف الروايات اللي بيرووها انه كان علي بن ابي طالب الان امامي، الان امامي راح اعطيك رواية عثمان يا حبيبي، رواية عثمان. يا زلمه اقعد، يا زلمه اقعد، اسكت يا زلمه. رواية عثمان، رواية عثمان. الا هتسكر المايك. قلت علي مش عثمان، اقعد واسكت. التخريج قلت علي بن ابي طالب الذي روي عنه انه حفرت اصابعه، حفيت أظافير علي. اللفظة. الكتاب الكامل في ضعفاء الرجال، المؤلف أبو أحمد بن عدي الجرجاني المتوفى 365 هجرية، تحقيق عادل أحمد عبد الموجود علي محمد معوض، هذول الاثنين اللي حققوه. شارك في تحقيقه عبد الفتاح أبو سنة. الناشر كتب العلمية بيروت لبنان، الطبعة الأولى سنة 1418 هجري 1997، الجزء الخامس صفحة 436. الرواية: يروي أبو أحمد بن عدي الجرجاني قال: سمعت محمد بن الضحاك يروي بإسناده قال لي: أشهد على أبي بكر بن أبي داود بين يدي الله أنه قال لي. روى الزهري عن عروة قال: كانت قد حفيت أظافير علي من كثرة ما كان يتسلق على أزواج رسول الله اللي هو أبصر شو عليه وسلم. كمان في الكتاب سير أعلام النبلاء، المؤلف شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن القايماز الذهبي المتوفى 748 هجري، المحقق مجموعة من المحققين اللي هو شعيب الأرناؤوط اللي توفى مؤخرا. الشيخ شعيب الأرناؤوط كان مشرف عليهم، أكثر من 6 محققين. الناشر مؤسسة الرسالة في لبنان، الطبعة الثالثة 1985 ميلادي 1405 هجري، الجزء 13 صفحة 228. أشهد على محمد بن يحيى بن منده بين يدي الله تعالى أنه قال: أشهد على أبي بكر بن أبي داود بين يدي الله أنه قال. روى الزهري عن عروة قال: حفيت أظافير فلان. لما ما يستجروش يحكوا الاسم، بقولوا يا رجل، انه قال رجل او قال فلان او فعل فلان او جاء فلان او ذهب فلان، هكذا بإمهام الاسم. قال: حفيت أظافير فلان من كثرة ما كان يتسلق على أزواج النبي. قد أشار المحققون بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط في الهامش أنه نقل الذهبي عن الكامل لابن عدي، ولكن الذهبي بدل كلمة علي إلى فلان. مرة ثانية، مين اللي لازم يلبس طرحة على راسه وبتحكي وبتهجم وبجاي وطاح؟ خلصت ما تحكيش. ايه، استنى بس، استنى تعالى بس، تعالى لي بس. انت مش قلت المصادر؟ مش خلصت يالا ولا بدي اسمع لك. روح راجع الفيديو مرة ثانية. ما رضيتش ولا بدي اسمع لك عشان انت جزمك. مع السلامة يا حبيبي. عشان